السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هعمل لكم فيديو جديد. النهارده هقول لكم على ازاي نحفظ كلمات الانجليش، تمام؟ او طرق، يعني مش هقترح لكم على طرق يعني وكده، وهقول لكم ازاي برضه على قد ما نقدر ما ننساش الكلمات، تمام؟ اللي احنا حفظناها. بس ان كان عن النسيان فاحنا كده كده اكيد هننسى، بس مش هننساهم كلهم، تمام؟ لان احنا لو نسينا الكلمات كلها يبقى احنا كده ما كناش حافظينها كويس، تمام؟ او كانت طريقتنا كانت غلط، او كنا مثلا مش مركزين واحنا بنحفظهم، او ما بذلناش مثلا فيها مجهود كبير. المهم يعني ان انا النهارده اقول لكم على ازاي نحفظ، يعني اقول لكم على طرق يعني نحفظ بيها الكلمات الانجليش وكده، وهقول لكم على ازاي ما ننساهاش على قد ما نقدر يعني. يعني هقول لكم كل ده على بناء ان انا خبرتي، يعني خبرتي الصغننه. بس اقول لكم انا بعمل ايه، تمام؟ بحفظ الكلمات ازاي، تمام؟ طريقتي يعني. بصوا، انا في الكلمات هقسمها لاربع حاجات، تمام؟ يعني الكلمات بتنقسم لاربع حاجات انا شايفاها كلام، تمام؟ اول حاجه الكلمات اللي بتبقى مثلا موجوده في العواميد، اللي هي بتبقى موجوده في اول درس وكده، تمام؟ طبعا انا هقول لكم يعني نظري وكده. ايوه هقول لكم نظري، ولا هقول لكم ايوه هقول لكم شفوي، وهعمل معاكم. انا جايبه كتاب اهو بتاع الترم الاول ده، تانية ثانوي الترم الاول، تمام؟ فانا هوريهم لكم عملي، تمام؟ يعني هقول لكم نظري بعد كده اعمل لكم عملي، يعني بحيث ان انا يعني تبقوا شايفين احنا بنحفظ ازاي، تمام؟ ف الكلمات اول حاجه بقسمها لاربع حاجات: الكلمات اللي بتبقى موجوده في العواميد، اللي هي بتبقى موجوده في اول درس. تاني حاجه الكلمات اللي هي السينونيم والانتونيم، اللي هي معنى ومضاد، طبعا دي اخر حاجه انا عارفه برضو متوافقه معايا جدا. تالت حاجه ايه؟ الكلمات اللي بتبقى موجوده معاها حروف جر، بيبقى في جدول كده صغير بعد التمارين يعني شويه في الكتاب، بتبقى فيها كلمات معاها حروف جر. طب رابع حاجه الكلمات اللي بتكون فيها فهم، يعني مثلا بيكون في نوتس كده، ملاحظات، تمام؟ بتبقى مثلا يقول لك كلمه كذا معناها كذا وكلمه كذا معناها كذا، ويقول لك الفرق ما بينهم، تمام؟ اللي انا بقولها في الفيديوهات يعني، مثلا زي يعني هنشوف، تمام هنشوف يعني. فانا كده عندي اربع كلمات، يعني اربع اجزاء من الكلمات، تمام؟ فانا هشوف كل جزء انا ازاي هتعامل معاه صح، تمام؟ اول حاجه الكلمات اللي بتبقى موجوده في العميد دي حفظ، تمام؟ فانا اول حاجه، اول خطوه علشان احفظ بيها الكلمات صح ان انا افصصهم، او يعني يعني نصفيهم يعني، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا اكيد مش كل الكلمات دي كلها غريبه عليا، اكيد في كلمات انا شفتها قبل كده، تمام؟ لو انا بحفظ قبل كده يعني اكيد هلاقي كلمات انا عارفاها، تمام؟ فانا اني اعمل عليها صح، تمام؟ يعني اسهل على نفسي، بس يعني دي خطوه مجرد تسهيل بس مش اكتر، تمام؟ اللي بالنسبه له مثلا الكلمات دي كلها اول مره اشوفها، خلاص مش مشكله يعني يفوت الخطوه دي، تمام؟ دي الخطوة الأولى، تمام؟ الخطوة التانية إننا هنقسمهم يا جماعة. أي حاجة يعني بصوا، هي عامة في الكلمات ما ينفعش إن أنا أحفظ الكلمات كلها مرة واحدة. ما ينفعش مثلا يبقى أنا قدامي 50 كلمة وأحفظهم كلهم وأبقى قاعدة على إنجليش بس النهاردة، لا أنا ما بحبش كده عامة يعني. أنا بحب في الإنجليزي إن أنا أقسمهم. أنا عندي مثلا 50 كلمة أقسمهم على 5 أيام، كل يوم 10 كلمات، تمام؟ وأفضل أعيد وأزيد فيهم. يعني أنا مثلا أنا دلوقتي عليا 50 كلمة حفظ، فأنا هاخد النهاردة 10، بكرة 10 تانيين، وأسمع 10 بتوع امبارح، تمام؟ واليوم اللي بعده اخد 10 تانيين واسمع 10 بتوع امبارح والاول امبارح، تمام؟ وهكذا. فانا كده يعني شوفوا كده، اول 10 كلمات اللي هي انا حفظتهم اول مره دول تسمعوا كام مره؟ يعني حرفيا تسمعوا الاسبوع كله تقريبا، تمام؟ وانتوا عندكم في الاسبوع درس، يعني بتحضروا حصه واحده انجليزي، تمام؟ فقدامكم وقت يعني، تمام؟ عن ان انا احفظهم كلهم مره واحده واركز على الانجليزي بس، هتلاقيني انا ليله الدرس وانا باجي اسمعهم اكيد طبعا هنساهم كلهم ومفيش حاجه تثبت، تمام؟ لان انا كروتهم ودخلتهم كلهم مره واحده حتى لو كنت قاعده عليهم اليوم كله، تمام؟ فبلاش اننا حتى وانا بنسمع او بنعيد الكلمات ان انا اعيد عليها في نفس اليوم. يعني مثلا انا النهارده السبت، فانا حفظت كلمتين ثلاثه، فما افضلش اعيد وازيد فيهم يوم السبت، لا خلاص انا حفظتهم السبت خلاص، افتحهم يوم الاثنين، افتحهم يوم الاربع، وهكذا، تمام؟ يعني انا اسمعهم على فترات زمنيه متباعده، تمام؟ بس وكمان ممكن نحدد يوم، يعني نخصص يوم في الاسبوع نسمع فيه كل الكلمات اللي خدناها، تمام؟ يعني مثلا يوم الجمعه مثلا يعني، تمام؟ فممكن مثلا نعيد على كل الكلمات عشان بحيث ان ما ننساهاش، تمام؟ يعني نحاول نبذل فيها مجهود شويه بحيث ان ما ننساهاش، نفضل نعيد ونزيد. الكلمه بقى اللي هي ما بتقدرش تدخل معايا خالص خالص، انتوا ممكن تبقوا جايبين مثلا كشكول او كده اكتبوا فيه الكلمات الرخمه، تمام؟ اللي معاكم في الترم بقى، وافضلوا عيدوا وزيدوا فيهم، تمام؟ او علموا عليها مثلا بهايلايتر او اي حاجه، تمام؟ المهم يعني حاولوا ان انتوا تركزوا عليها وعيدوا وزيدوا فيها كل شويه. وانا شايفه ان التكرار هو اللي هيثبت، تمام؟ طول ما انا هقعد اعيد وازيد في الكلمه كتير هلاقي نفسي ان انا ثبتت في دماغي، بس ما اعيدش وازيد فيها في نفس اليوم، يعني اعيد وازيد فيها بكره بعده، تمام؟ يعني كل يوم، مش هفضل مثلا احفظ في الكلمه الظهر اسمعها بعد كده اجي على العصر وما اسمعها، لا مش هينفع في اليوم، مش هتبقى حلوه، تمام؟ خليكوا احسن على مدار الاسبوع.
وهنا بنحفظهم بقى، نحفظ بالكتابه. تمام. ما بقتنعش خالص بفكره حفظ الشفوي، مش في الانجليزي بس، في اي ماده، ان انا افضل مثلا ابقى ماسكه مثلا حاجه زي كده وافضل اقراها شفوي كده واحفظها وافضل اعيد وازيد فيها. ما بتثبتش معايا، مش عارفه بقى، ممكن لو بتثبت مع ناس تانية تمام يعني ماشي تكمل فيها، بس انا بقتنع يعني عجباني اكتر فكره ان انا احفظ حاجه بالكتابه. تمام. بالذات في الكلمات ابقى انا عارفه السبيلنج، عشان انا اصلا هكتبها بعد كده في الايساي. تمام. فلازم نحفظها بالكتابه ونفضل نعيد ونزيد ونعمل عواميد زي ما كانوا بيعملوا كده في الحضانه. تمام. بس مش هنحفظ مثلا يعني عمود كده ونضيع وقتنا، لا، حسب ما انا حفظتها. يعني انا مثلا كتبت الكلمه مرتين ثلاثه، مثلا من المره الثالثه سبتت خلاص ادخل على كلمه تانية. تمام. بس طبعا اخبي واسمعها عن الغيب. تمام. عارفين طبعا الحاجات دي ماشي. بس ما افضلش مثلا لو انا ابقى كاتباها عمود كامل كده واضيع وقت فيها. تمام. لا، انا خلاص ما دام حفظتها من مثلا رابع او خامس مره مش لازم اكمل العمود يعني. تمام. طيب تمام. الكلمات بقى الباقيه اللي هي الكلمات اللي هي السينونيم والانتونيم والكلمات اللي بتيجي معاها حروف جر، لازم اوريكم بقى في الكتاب انا نحفظها ازاي يعني وكده. تمام. فلازم اقلب الكاميرا يعني. طيب بصوا يا جماعه، ده هو ده كتاب بتاع تانية ثانوي الترم الاول. ده مثلا انا عندي عمود كلمات اهي. تمام. فايه بس تفهموا من اللي انا هقول، عشان انا عارفه انا مشخبطه كتير وكده. بصوا انا مثلا معلمه مربع. تمام. مثلا انا عامله صح على الكلمه اللي انا حفظتها ماشي، وعامله مربع او مستطيل كده على الكلمه اللي هي عامله معايا مشكله، بحيث انها تلفت نظري لما افتح الصفحه وابص عليها على طول او اسمعها على طول بعد كده. يعني الكلمات اللي انا حفظتها خلاص ما افتحهاش تاني، او مثلا ابعد عليها مثلا بعدين يعني، بس انا هركز اكتر على الكلمات اللي انا عامله عليها مستطيل اللي انا اساسا مش حافظاها او بلقلق فيها. تمام. مثلا زي كده اهو كذا كلمه اهي. تمام. انا معلمه عليها ماشي. بس انا بقى وانا باجي اسمع، يعني انا باجي احفظ الكلمات او انا باجي اسمعها، انا هخبي مثلا على بنخبي طبعا، او بنخبي على الكلمه اللي بالانجليزي ونقول بنخبي على الكلمه، ايوه الكلمه بالانجليزي ونقول الانجليزي بتاعها. يعني مثلا كلمه صعب فنقول مثلا difficult او hard مثلا. فانا بنقول الانجليزي. تمام. وبننسى اننا نخبي على العربي، لا لازم كمان نخبي على العربي، لان انا لما هشوف الكلمه هي هتجيلي اساسا بالانجلش. يعني هي الكلمه ما هتجيلي مثلا في اختر او في القطعه او في الترجمه هتجيلي بالانجليزي مش هتجيلي بالعربي، فلازم اكون انا عارفه معناها بالعربي ايه. تمام. لاني انا ممكن اكون حافظاها اصلا بس العكس ناسياها. تمام. ناسيه المعنى العربي بتاعها، فلازم واحنا بنيجي نسمعها مره كده ومره كده. تمام. طيب ماشي. دي بقى الكلمات بالنسبه للكلمات اللي هي بتبقى عواميد كده. طيب الكلمات بقى اللي هي بتكون سينونيم والانتونيم. تمام. طبعا دي اوحش كلمات بجد، يعني ما بعرفش احفظها ودايما بنساها. طب انا هقول لكم على طريقه عرفتها في الاخر. بصوا انا مش عمري ما هفتح الجدول بتاعها كده. تمام. لان انا بالمنظر ده عمره ما هيظبط دماغي. تمام. فانا هعمل ايه؟ انا مثلا الكلمه مثلا دي موجوده عندي في الدرس. تمام. يعني مثلا اهي نشوف مثلا، لا مثلا الكلمه اهي دي موجوده اهي هيفي مثلا ماشي. فين اهي؟ تمام. متكرره هنا، فوانا بذاكرها هنا اقول معناها كذا معناها كذا وكذا واكتبها جنبها. تمام. يعني الكلمه اللي تبقى موجوده هنا انا مش همسك كلمه واقوم اقول احفظ معاني ده كلها، انا هنساهم في الاخر وهضيع وقت على الفاضي. تمام. فانا لا، انا الكلمه مثلا دي انا هقوم اجيب معناها من هنا واحفظها بالمره هنا، يعني اقول المعنى كذا للكلمه دي كذا. فاهمين يعني؟ بس او كمان طريقه تانية ان انا مش هحفظهم كلهم. بصوا انا مثلا في الاختر مثلا انا بلاقي كلمتين مثلا 3 بس هم الاهم يعني بيكونوا موجودين، فانا اقوم ارجع تاني للجدول ماشي. اقوم انا احفظ اعلم عليها زي مثلا ما انا عامله كده دواير عليها. تمام. فالدواير اللي انا عامله عليها دي هي اساسا دي جات لي في الاسئله، باقي كله ما جاش. تمام. فانا بعمل كده برضو، بركز اكتر على الكلمات اللي بتبقى موجوده في الاسئله واجي احفظها هنا. وفي طبعا كلمات بتكون سهله زي مثلا الكلمه دي مثلا difficult عكسها easy او simple. تمام. في كلمات بتبقى سهله يعني نعديها. تمام. طيب بقى بالنسبه للكلمات اللي هي بتبقى دايما كده اللي هو مثلا يبقى جايب لنا فروقات، بصوا ايه هنحفظها. تمام. هنحفظ اول حاجه مثلا الكلمه دي ايه والكلمه معناها دي ايه ونحفظ الفرق ما بينهم. تمام. وهنا في التمارين نفسها هنلاقي بقى الاسئله دي. وانا باجي اسمع كلمات الدرس ماشي. فوانا باجي اسمع طبعا انا اكيد مش هحفظهم كلهم مره واحده زي ما قلت، هنحفظ مثلا نصهم. تمام. فانا هحفظ مثلا شويه النهارده مثلا قد دول. تمام. واحفظ برضو قاعده مثلا من دي. تمام. النهارده بكره احفظ مثلا الجدول ده. تمام. وهسمع بتاع ده واحفظ مثلا الحته دي. تمام. وهسمع بتاع دي برضو. تمام. وهكذا. فانا كل يوم يعني المعلومه تثبت. تمام. بالتكرار بس انا نحفظها بس وما نجزقهاش على يعني او ما نحفظهاش كلها على مدار اليوم، لا انا بس لو حفظنا كل يوم حبه هيثبت يعني ان شاء الله. نسيت اقول لكم عليها في الكلمات اللي هي بتكون فيها فهم.
بصوا هقول لكم على طريقه انا بعملها لحد دلوقتي، تمام، ويعني ممكن تنفعكم. تمام، هي ايه؟ يعني مثلا انا عندي مثلا الفرق مثلا ما بين الكلمتين دول، فانا اقوم انا اجيب كشكول، تمام، واجيب ستيكي نوت عادي او اي ورقه، واقوم اكتبها، تمام، بحيث ان يكون يعني حاجه مرجع ان انا ارجع عليها مثلا بعد كده في ثالثه او بعد كده عامه وقت ما احتاجها، تمام، لان الملاحظات كتير، يعني هو انا على كل درس في ملاحظات وكده، فانا اقوم اجمعهم انا في حته واحده، تمام. في الكلمات اللي هي بتكون فيها فرق فروقات بس فيها فهم برضو، تمام، زي مثلا كده، زي مثلا كده، تمام، زي كده يعني ماشيه، اقوم انا عامله هنا برضو، تمام. وكل مثلا انا عندي مثلا كلمه جيف مثلا بيجي معاها كذا حرف جر، فكل ما الاقي حاجه اقوم انا اكتبها هنا واكتب معناها، تمام، زي كده. فدي برضو ممكن تسهل، مثلا زي كده انا قلتها قبل كده في فيديو، تمام، او انا كاتباها اهي، شايفه كاتبين كل حاجه تخصها والامثله عليها تحتيها اهي، اهي، تمام. كلمه زي دي فيها حروف جر كتير، فانا كاتبه مثلا كلمه تيك وبيجي معاك اكتر من حرف جر، فكل ما الاقي حرف جر جديد او اكتبه هنا، تمام. فاكتب الكلمه مثلا تيك لما يجي مثلا معاها داون، ممكن مثلا بمعنى يدون او يسجل او يزيل، تمام. تيك مثلا مع اوفر معناها مثلا يتولي مسؤوليه، وهكذا، تمام. تمام، فانتوا اعملوا انتوا كمان كده، جمعوا كل الملاحظات اللي هي مش، بصوا مش اي كلمه، يعني الكلمات دي لا، الكلمات زي ما هي في العواميد زي ما هي، لكن اقصد مثلا الكلمات اللي هي بتكون متشابهه، يعني مثلا زي الكلمات دي يا جماعه مثلا، تمام، كل دول بمعنى زراعه، تمام، ففي فرق ما بينهم اكيد، تمام، ففي فروقات ما بينهم بسيطه قوي، فانتوا تقوموا تكتبوا بقى، تجيبوا ورقه وتقوموا او ستيكي نوت يعني، وتقوموا وتكتبوا، او مش لازم ستيكي نوت ولا ورقه، يعني انتوا ممكن ترسموا في الصفحه نفسها، يعني مثلا ممكن تخططوا تعملوا مربع مثلا بقلم تقيل او كده، وتكتبوا مثلا مثلا ملحوظه الكلمه كذا، تمام، او الفرق ما بين كذا وكذا، مش لازم يعني ورقه والزقها وكده، تمام، يعني في كذا كذا طريقه، بس بحيث ان انا لازم اطلعهم بره كشكول، يعني كشكول بره لازم ما اسيبهمش او تحفظوهم في الكتاب كده، تمام. مثلا زي كده برضو، تمام، يعني مثلا زي كلمه اللي هي لايف ستوك وكاتل، تمام، كل ده كان موجود في الترم الاول يعني. ف نقوم انا يعني دي طريقتي في الكلمات اللي هي بتكون زي كده، اللي هي بتكون كلمات شبه بعضها وفيها فهم وفيها حفظ وفيها شرح كتير، تمام، وفيها فروقات ما بينهم بسيطه يعني، تمام. ده بالنسبه للكلمات اللي هي بتكون اللي انا قلت لكم عليها حالا دلوقتي يعني. طيب بص بقى، واحنا نحفظ الكلمات عادي جدا خالص، مثلا ولكن مثلا هبدا احفظ اول كلمه، تمام، فانا هكتبها هنا، تمام. بعتذر طبعا عن سوء الخط وكده يعني، بس مهم يعني انا هبدا احفظ مثلا الكلمه دي، تمام. فانا مثلا هعمل عمود، او يعني مش مهم، مهم يعني ان انا هبدا بقى اكررها، تمام، مش لازم اوصل للاخر يعني واكون كده حفظتها، لا عادي، يعني مثلا لو انا من رابع مره وحفظتها من الكتابه ليها يعني وحفظتها خلاص مش مهم، تمام. المهم يعني ان انا يعني عقبال ما اكون يعني اشوف انا حفظتها كام مره، تمام، ومش مهم يعني ان انا اكمل باقي العمود، قصدي كده، تمام. طبعا ما ننساش طبعا بعد ما اكون حفظتها، او مو طبعا اخبي عن الكلمه كده واسمعها عن غيب، واخبيها هنا برضو، اخبي الانجليش هنا واخبي العربي هنا، تمام. دي الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا. مثلا بقى انا خلاص حفظت العمود ده كله بالطريقه دي، تمام، حفظتها عادي وسمعتها وكده. انا مثلا واقف معايا كام كلمه غلسين جدا، مش عارفه مش راضيين يعني يدخلوا دماغي وكده، ولكن مثلا دي ودي ودي مثلا يعني، تمام. لو في كلمه مقرفه جدا معايا ومش عايزه تدخل دماغي، او مثلا في 3 طرق بقى عشان انها تدخل في دماغي. اول حاجه ممكن نكبر او نصغر في الخط عن الخط الطبيعي، يعني مثلا هو خطي كده، تمام، فانا اقوم مثلا اكبره، ممكن مثلا اعمل كده. هتقولوا ايه الهبل ده وده، يعني ايه الهبل ده وكده يعني، لا بصوا يعني بجد والله الطريقه دي بتنفع جدا، تمام، ومش انا اللي مالفاها اصلا، تمام، يعني في مدرسين كتير قوي قالوا عنها، تمام، فمش انا اللي قايلاها يعني، فلا، فهي بجد بتجيب نتيجه يعني وكده، فانا ممكن اكبر خطين او مثلا نصغره جدا، تمام، كده يعني، تمام. وممكن كمان نكتبه بكابيتال او سمول، يعني مثلا انا الكلمه دي كتبتها سمول، كاتباها سمول، تمام، فتعالوا بقى نكتبها كابيتال مثلا، نعمل كده كده. مهم يعني ان انا هكتبها كابيتال، بحيث ان انا يعني من الاخر احاول اغير في الكلمه في شكلها، بحيث انها تكون مميزه عن الطبيعي، تمام، واغير برضو في خطي عشان تثبت الكلمه دي، تمام، لو هي مقرفه معايا ومش عايزه تدخل دماغي، تمام. وطبعا طبعا لازم اكون عارفه السبيلنج بتاع الكلمه، مش الكلمه دي بس، اي كلمه بحفظها لازم طبعا اكون عارفه السبيلنج ايه، قصدي النطق بتاعها الصح، اقصد كده، تمام، يعني اكون بعرف انطقها صح، مثلا دي في difficult، فاهمين؟ فعشان ده هيسهل عليا اكتر، فانا باجي اسمعها لنفسي او انا باجي احفظها عامه، فلازم اكون عارفه نطق الكلمه، مش هينفع اكون بحفظ كلمه وانا مش عارفه انطقها، تمام. او حتى مش لازم اكون بحفظ في كلمه وانا مش عارفه معناها العربي ايه، يعني كان في كلمه كده
كانت في كلمه كانت عندنا اسمها فود باك، تمام، اهي دي كاف، تمام تمام اهي. هنكتبها تاني، انا مش عارفه ليه بعمل شرطتين، هي كاف، كاف ايه، كي في الاخر، تمام. بصوا يا جماعه اخر مره بجد، اهي اهي اخيرا هي الكلمه دي، تمام. دي معناها الرجعه الغذائيه، تمام. فيعني ايه الرجعه الغذائيه؟ يعني مش فاهمينها فمش هنعرف نحفظها، تمام. فلازم نكون فاهمين المعنى العربي بتاعها برضو، تمام. وطبعا بيكون في كام كلمه كده انا مش عارفه ادخل، مش راضيين يدخلوا دماغي خالص وصعبين معايا ونطقهم صعب وكل حاجه وكده. فانا ممكن اعلم عليهم، تمام، اميزهم في الصفحه بحيث ان انا دايما ابص عليهم واهتم بيهم. يعني انا كمان برضو مش هميز، يعني مش هخلي الكلمات كلها كده، لا، انا اميز ما بين الكلمات. يعني طبعا وانا باجي احل في الاسئله في كلمات بتتكرر، في كلمات بتبقى جايه من درس بتبقى اهم، في كلمات طبعا بتبقى اهم، وفي كلمات اهم اكتر، وفي كلمات اهم اكتر يعني وكده. فانا هركز برضو على الكلمات المهمه جدا اللي بتيجي، تمام، اديلها اهميه اكتر، تمام. وطبعا لما انا اجي احفظ احل على طول، تمام، الحل ده هيثبت، تمام. ده بقى بالنسبه للكلمات اللي هي بتكون في عواميد وكده. بصوا بقى الكلمات اللي هي بتكون زي كده، دي انا ليا طريقتين فيها، تمام. ان وانا بحفظ الكلمات دي انا مش هحفظها كل مره زي ما قلت لكم، هنا هنقسمها. يعني مثلا النهارده انا هحفظ العمود ده، تمام، مع مثلا النقطه دي، تمام. ما هو انا عندي اسبوع كامل فهيكفي، تمام. بعد كده بكره هحفظ العمود ده وهسمع العمود ده، مع احفظ دي جديد وهسمع ده اللي هو القديم، تمام. وهكذا بقى، فانا هلاقي نفسي خلصت، تمام. وبرده مع الكلمات اللي هي فيها حروف جر، تمام، دي مهمه جدا برده جدا، تمام. فلازم اعيد عليهم، يعني وانا بذاكر الكلمات دي ادي، فوانا عماله اكرر الكلمات دي هلاقي نفسي برده بكرر دي كمان معايا، فدي هتثبت. يبقى اخر حاجه بقى معانا، انا كده خلاص قلت لكم كل حاجه عن الكلمات، تمام. فاضل اخر حاجه بقى، ازاي ان انا احفظ كلمات زياده، او احفظ كلمات زياده منين، او اجيبهم منين واحفظهم ازاي وكده. بصوا انا كنت عامله برده كشكول قبل كده، تمام، ده الترم الاول، تمام. كاتبه فيه كل الكلمات اللي طبعا في كلمات يعني خدناها وبرده بطلت ما بينها فبكتبها هنا، بس غالبا كل الكلمات اللي انا اول مره اشوفها بكتبها هنا في الكشكول ده، تمام. يعني كل دي استنى، يعني حرفيا كل ده كلمات اهو. المهم يعني بصوا الحمد لله مش حافظه ولا واحده فيهم، او ممكن اكون حافظه شويه، بس اللي انا حافظاها هي اول صفحه دي، لا هتلاقوا هنا يعني عامله صح، بس عشان هنا اتدلق عليها ميه، تمام. فهتلاقوا الصح يعني معمول عليها ورا، لكن هي الصفحه الاولى دي بس، تمام، ونسيتها كمان. انا بجد عايزه الترم التاني ان شاء الله، انا كنت ناويه ان انا الكلمات دي هفضل اكتبها، يعني طول ما انا في تانية ثانوي الترم الاول والتاني كل ما الاقي كلمه جديده اقوم اكتبها في الكشكول ده، واجي في ثالثه قبل ثالثه بقى في الاجازه وكده ابدا اقعد احفظهم اتسلى فيهم يعني وكده. بس هم كتار قوي، يعني مش عارفه بقى، مش حابه ان انا اجل حاجه، يعني افرض مثلا، يعني افرض مثلا ما عرفتش او كده، فانا حابه ان انا يعني مش عارفه، بس انا عايزه احفظهم من بجد الترم التاني، يعني بجد ضروري. كنت يعني انا عندي، يعني انا عن نفسي يعني بفضل الكلمات دي طبعا اهم، لان دي اللي انا هسأل عنها في الامتحان، تمام كده. بس ده كده كل حاجه تخص الكلمات يعني، وكل حاجه عن الكلمات وكده، واننا ازاي نحفظها والكلام ده كله. وبرده لو كل اللي انا قلته ده وما عرفتوش تحفظوا مثلا الكلمات او بتنسوها، برده احفظها تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. يعني بصوا ما تزهقوش، يعني ما تزهقوش او تيأسوا من الكلمات، عادي ما حفظتهاش الاول مره احفظها تاني مره، عيد وازيد فيها تالت، يعني عيد وازيد فيها كتير يعني، تمام. بس وان شاء الله هتثبت، وان شاء الله كمان تثبت، بس هي بالتكرار، تمام. يعني شايفه هي التكرار بس، يعني التكرار بس كافيه انها تثبت الكلمه. في حاجه برضو عايزه اقول لكم عليها بخصوص الكلمات يعني وكده، تمام. لو انا مثلا عندي كلمه كبيره مش عارفه احفظها، او ان انا مش عارفه انطقها او كده، اجزأها، تمام، اجزأها لمقاطع صغيره، دي هتسهل عليا قوي ان انا احفظ الكلمه، تمام. يعني ابسطها على نفسي يعني، تمام. بس ويا جماعه حبوا الكلمات عشان الكلمات تحبكم، تمام، وتكون سهله بالنسبه لكم. بس ولو انا ما عرفتش احفظ كلمه، يعني بصوا يعني احلفوا للكلمه، قولوا والله العظيم لا حافظاكي بجد يعني، وان شاء الله هتحفظوها يعني، تمام. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يا رب تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم على طول. وبيكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو المره الجايه هيكون عن ايه، تمام. سلام.